يا مساء السعادة وخلي السعادة عادة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، آية كلنا بنقراها وتعدى علينا. طيب، مقام إبراهيم ده مكتوب عليه باللغة المصرية القديمة، اللغة المصرية القديمة، أول سطر: إني أنا الله لا إله إلا أنا. وتاني سطر مكتوب عليه ملك لا يرام. وتالت سطر مكتوب عليه سباوت. الكلام ده متوثق في كتب، اللي حابب يرجع لها، مش جديد، كلام قديم من 876، يعني عدى عليه زمن دلوقتي، مش لسه طالع، فبنقول الكلام ده مستجد يعني. بس احنا أمة اقرأ التي لا تقرأ. هو ربنا طالب مننا نتدبر ونعقل ونفهم، ودايما بيحثنا على كده ونتدارس. طب لما يكون مكتوب على مقام إبراهيم باللغة المصرية القديمة كلمات توحيدية والشهادة يعني، ونيجي نبص بعد كده، الموضوع ده وقفني، خلاني أركز شوية فيه. فقلت طب أشوف قبل كده كان في إيه. كلنا بنشوف الصور المصرية القديمة على الجداريات بيسجدوا على دقنهم. نبص بقى للقرآن نشوف بيقول لنا إيه. هنلاقي القرآن بيقول لنا إيه بقى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إمتى من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فإذا دي كانت طريقة السجود زمان. طب ندور كده تاني، يمكن نلاقي أي حاجة جديدة أو تفهمنا إحنا مضحوك علينا من زمان قد إيه ولغاية النهاردة دلوقتي لسه بتضحك علينا في أحداث كتيرة قوي حوالينا إحنا مش مدركينها. إحنا مركزين في حياتنا، ده شيء طبيعي، كل واحد بيسعى لأكل عيشه ولحياته وفي دنيته، لكن لازم نشغل مخنا، نفهم، نعقل، نشوف الدنيا حوالينا فيها إيه، ونعرف الدنيا ماشية إزاي وراحة فين وجاية منين، ومين اللي بيخرب علينا دنيتنا. لأن هو في صراع أزلي بين الخير والشر. الصراع الأزلي ده هيفضل موجود طول العمر. طب نرجع تاني كده نشوف المصريين القدماء، كان في حاجة توحيدية تاني زمان. في كتب كتيرة قوي العلماء مصريين، ودي حاجة كويسة إن مؤخرا ابتدى المصريين هم اللي يترجموا النصوص ويفهموها. أصل مش منطق إن ما ابتديناش نفهم الحضارة المصرية أو النقوش أو الحاجات دي غير لما شامبليون جه في الحملة الفرنسية. طب ما النص اللي احنا لسه ذاكرينه دلوقتي حالا اللي مترجم 870، يعني قبل الحملات دي والحاجات دي كان حد عربي مترجمه، والعلماء العرب كانوا بيفهموا في اللغة دي. ده يفهمنا ليه مكتبة الإسكندرية اتحرقت 5 مرات. ليه في أي حاجة بتحصل أول حاجة يحرقوا الكتب؟ ليه؟ عشان ما تبقاش فاهم حاجة، ما تبقاش عارف تاريخك، ما تبقاش عارف أصلك، ما تبقاش عارف حضارتك، وتاخد معلوماتك اللي هما بيقولوا لك عليه انت بتصدق. احنا ما بندورش وراهم، ده الناس مصدقة يا باشا. وربنا قال لنا في أصدق
كتاب موجود القرآن الكريم، إن حتى الكتب السماوية محرفة بتاعتهم. طب وإحنا إزاي بنستقي معلوماتنا منهم؟ تغييب العقل وتزييف التاريخ والواقع. موضوع كبير قوي، بس عشان ما نخشش في حاجات كتير. طب نرجع بقى، ما احنا بنبحث دلوقتي ايه؟ طب قبل كده، طب المصريين دول هل كان في حاجة تانية بتقول ان هم موحدين قبل كده؟ انتوا تعرفوا ان اصلا اللغة اللي احنا بنتكلمها دلوقتي هي لغة مصرية قديمة؟ وفي كذا كتاب هتلاقوا اغلب الكلمات اللي بنستخدمها في حياتنا مصرية قديمة. بناء على الصوتيات اللي قدروا يطلعوا بيها من الكلمات المكتوبة دي، ومش كلامي ده، كلام المتخصصين والعلماء في الحاجات دي. فهتلاقي الكلام بيتطابق في 100%، في 90%، في 80%. أكيد مع الوقت والزمن. إحنا دلوقتي النهاردة حد في جنوب مصر نفس الكلمة غير في الوسط، غير في الشمال، غير في القاهرة، غير كل حتة ليها لكنتها. فهل هي الكلمة دي كانت بتتقال بالظبط زمان كده، ولا اتحرفت، ولا عشان هم أصلا الأجانب اللي كانوا بيترجموا فبيقولوا غلط وإحنا ماشيين وراهم؟ طب كلمة دين أصلها إيه؟ مصري قديم. دي يعني 5، ونون دي معناها شريعة عندهم. يعني إيه الشريعة الخماسية؟ إيه ده اللي هي إيه؟ ده أركان الإسلام 5، مش إن الدين عند الله الإسلام. إيه ده يعني كلمة دين أصلها مصري قديم؟ وندور في الكتب نستكشف. لأن مشكلتنا دلوقتي وآفة العصر إن كله عايز الحاجة على الجاهز، ما بيشوفش هل فعلا الموضوع ده حقيقي مش حقيقي. كلمة بتتقال زي خبر كده يتنشر على الفيس وتلاقي كله بيشير بيشير بيشير. طب انت شيرته بناء على ايه؟ تأكدت انه صح ولا غلط؟ ودي احدى وسائل الحروب الحديثة. ليه؟ هو احنا بس اللي بنتحارب؟ لا، على فكرة العالم كله فيه مشاكل وفيه حاجات كبيرة قوي بتحصل. أوروبا هي لسه من كام يوم 3 دول أو 2.5 دول ضلمة، صحوا من النوم مش عارفين يعني يستخدموا الكهرباء، مفيش كهرباء أصلا. إيه ده؟ يعني كده معناه إن الحضارة بتاعتنا دي والعلو اللي إحنا فيه ده كله، دي حضارة هشة في الآخر. يعني الكهرباء قطعت يوم الدنيا وقفت. طب لو قطعت في العالم كله هيحصل إيه؟ إيه ده؟ هو حصلت زمان؟ ده حصل زمان أيام المصريين القدماء، في عهد ما قبل الطوفان وعهد ما بعد الطوفان. ايه قصتهم؟ هنتكلم فيهم وبالتفاصيل، وناخد الموضوع من البداية خالص، ونشوف ايه اللي حصل مع بعض واحدة واحدة. هنفهم الدنيا كان فيها ايه ودلوقتي بيحصل فيها ايه، ان دي تكملة للي فات. وخلي السعادة عادة، وإن شاء الله الجاي أحلى لينا كلنا.